ليس من الطبيعي أن تشتري ملابسًا لا تثقين أو تتأكدي من قياسها، كما ليس من الطبيعي أن تأخذي علاجًا لا تدرين تأثيره وناتجه على جسمك، ليس من الطبيعي أن تدخلي أطفالك إلى مدرسة لا تعلمين جودتها، ولا من الطبيعي أن تطبخي وجبة بدون أن تعرفي مكوناتها أو الوصفة. والزواج عبادة وحكمة الله في خلقه، وقد خلق الله لنا هذه الحكمة من أجل أن ندخل في أسرة ونكون مجتمعا سعيدا مسلما ناجحا. فإذا كيف نختار شريك الحياة في الأساس الأول، وكيف ندخل إلى هذه الأسرة على أساس صحيح ونكون أسرة سعيدة في طاعة الله. إذا هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة في أسرية وتربوية ولايف كوتش في الحياة. سنلتقي معك عزيزتي المشاهدة أينما كنت، ولكن بعد الفاصل نجيب عن سؤال: كيف أختار شريك الحياة؟ مرحبا بكم مجددا في برنامجكم قوارير، في حلقة جديدة عن موضوع كيف أختار شريك الحياة. وضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية وتربوية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بك أستاذة خديجة معنا لهذا اليوم. يا هلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله نهاركم بكل خير. مرحبا بك أستاذة خديجة. في البداية هناك موضوع مهم جدا علينا أن نتطرق إليه. هناك أصناف من البشر من يقول أنه والله اختيار شريك الحياة هو يعني علامة إلهية، فجأة مثلا يقول علامة إلهية، يعني فجأة هذا الشخص هو الشريك المناسب في الحياة. هناك من يقول لا، هناك أنت من عليك أن تختار وبتوفيق من الله، وهناك فقط من يقول عليك أنت تختار شريك حياتك. من هو له المسؤولية والدور في اختيار شريك الحياة؟ ممكن تخبرينا؟ طيب، في البداية مسألة اختيار شريك الحياة هي مسألة في الواقع الحالي يعني أصبحت شائكة. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني هو أعلم بنفوس الناس وكيف يفكرون وقصور تفكيرهم والجوانب التي ربما لن ينظروا إليها أثناء البحث واختيار شريك الحياة. لذلك جاء في الإسلام طريقة معينة أو نظرة معينة في اختيار شريك الحياة، بغض النظر من الذي سوف يقوم بهذا الأمر، سواء كانت المرأة التي ستختار شريك حياتها أم وليها الأب أو الأخ أو من يقوم على رعايتها باختياره. لذلك جعل موضوع اختيار شريك الحياة على أسس معينة وقواعد تناسب حالة أو صفة أن الإنسان مسلم، تتناسب مع مهمته في هذه الحياة، تتناسب مع وظيفته، تتناسب مع دور المرأة ودور الرجل في هذه العلاقة الزوجية. لذلك جعل ضابط وطريقة معينة أو نظام معين أو شروط معينة يجب أن تتوفر في شريك الحياة حتى يتم اختيارهم من خلالها. لكن بالرغم من وجود هذا الضابط، إلا أنه أيضا أضاف أشياء أخرى هي حاجات نفسية، يعني يتطلب وجودها في حياة الإنسان، سواء حاجات نفسية تجاه المرأة أو الرجل. فعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اختيار شريك الحياة. أخبرنا في حديثه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. عندما وضع هذا الضابط الدين والخلق وليس الدين ثم الخلق، معناها أنه جعل أن هذا الإنسان أن يكون مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، مراقبا له ومراعيا له ومطبقا لأوامره، ومع ذلك وأيضا بالإضافة إلى ذلك أن يكون ذو خلق حسن يستطيع المرء معاشرته أو المرأة معاشرتها، يستطيع معاشرة المرأة والقيام بواجباته. هذا إذا كان القاعدة الدور الأساسية إذا التي هنا الدور ينطلق منها. يمكن أن نقول نعم. عنه أنه دور شخص، وأيضا اتباع لتعاليم الدين، ليس فقط مثلا نعم. علامة أو فقط هو يندرج تحت أنه اختيار شخص بعيدا كل البعد عن الدين، هو ما بينهما وهو الوسط. نعم، ليس علامة. هي علامة، هذا إذا كنا نحن مثلا نتطلع لدخول شهر وخروجه ننتظر علامة القمر والهلال وهكذا، لكن في الحياة أو في الزواج رحلة طويلة جدا، صحيح. فلا تقوم على علامات ولا على أفكار ولا على أحلام ولا على أوهام، إنما تقوم على اختيار قاعدة
نبني عليها هذا الزواج ويقوم عليها هذا الزواج، ثم بعد ذلك تأتي الأمور تباعا. إذا كانت القاعدة سليمة كل ما اهم. سوف يبنى فوقها حتى لو كان ضعيفا سيقوى بسبب هذه القاعدة السليمة التي قام عليها هذا الزواج. أما الناس الذين يعتقدون أن هناك علامة تظهر وهكذا وصدف وقسمة ونصيب، وهذه إنما هي إسقاطات، يعني الناس يريدون أن يعلقوا إما نجاحهم أو فشلهم على هذه الأشياء. صحيح. فهذا ما لا ينبغي أن يكون، لأنه الزواج في الإسلام موضوع مختلف تماما، أو الهدف من وجوده أو إيجاده في واقع الحياة مهمته مختلفة تماما عن الزواج الذي هو في غير الإسلام، فهو امتداد للإنسان نفسه في هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة. جميل. أستاذة خديجة، حينما نريد أن ندخل إلى هذا العش الزوجي ونختار شريك الحياة، علينا أولًا أن نرى أنفسنا، يعني ماذا نحب، نكتشف ذواتنا، نعرف هل هذه الصفات التي يمكن أن نتعايش معها، كيف أعرف ذاتي وماذا أريد في شريك حياتي قبل أن ألج إلى خطوة اختيار شريك الحياة. ممكن تشرح لنا أكثر هذا الموضوع؟ هذا سؤال جميل جدا. بالفعل إذا كان الإنسان وهو إنسان، أنا اليوم في نفسي لا أعرف ماذا أريد، ماذا أحب، ماذا أرغب، ماذا أحتاج، كيف أتعامل مع نفسي، من باب أولى أنني لن أعرف كيف أتعامل مع الطرف الآخر. يعني غياب المعرفة عن نفسي هي أساس المشاكل، في غياب المعرفة أو عدم وجود هذه المعرفة في التعامل مع الطرف الآخر. فهنا الإنسان يبدأ في التعرف على نفسه من بدايات الأشياء. أول شيء بأشياء بسيطة، أنا اليوم ماذا أحب؟ عندما أطرح على نفسي هذا السؤال، ماذا أحب في مثلا في مسألة الزواج أو في الحياة الزوجية، ما هي الأشياء التي أرغب في توفرها في هذا الزواج؟ أو في شخصي أنا، كيف يجب أن تكون شخصيتي أنا؟ ماذا أحب بالتحديد؟ حتى أننا نفصل هذا السؤال في بعض الأحيان ونقول ماذا تحب على صعيد الأطعمة؟ ما هو الطعام المفضل لديك؟ ما هو المشروب المفضل لديك؟ ما هو اللون المفضل لديك؟ ما هو الطقس أو فصل من فصول السنة المفضل لديك؟ بهذه الطريقة، الأسئلة البسيطة جدا، يبدأ الإنسان يتعرف على نفسه، ثم ينتقل تدريجيا للأسئلة الأكبر والأعمق. لكن في غالبنا نحن دائما عندما نقول نتعرف على أنفسنا نبدأ بالأسئلة الكبيرة الصعبة. ماذا أريد في هذه الحياة؟ ماذا أريد في هذه الحياة؟ هذا سؤال كبير. لكن إذا جئنا مثلا في مسألة الزواج مثلا، لازم أسأل نفسي أنا أول شيء، أي نوع من النساء أريد أن أكون في علاقتي الزوجية؟ أي نوع، أي نموذج في ذهني يجب أن أكون عليه؟ ثم من خلال هذا النموذج أنتقل في البحث عن الصفات الموجودة، هل هي متوفرة عندي أم يجب علي أن أعمل لاكتسابها؟ بهذه الطريقة تبدأ المرأة أو الإنسان في التعرف على نفسه حسب الهدف الذي يعمل من أجله. أما المعرفة العامة هذه فهي لا تخدمه في بعض تفاصيل الحياة، لأن الحياة أصبحت أساسا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد معقدة جدا. فهذا يعني سؤال بسيط جدا، ماذا أحب، ها. ماذا أريد، ماذا أرغب، ماذا أحتاج؟ حينما نعرف ذواتنا أولًا يمكننا حينها أن نختار على أساسها ما هي الصفات التي يمكننا التعايش معها، وما هي الصفات التي نريدها في شريك الحياة. ومن هذا طبعا. المنطلق نذهب إلى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. من ديننا الحنيف والسيرة النبوية الشريفة، ما هي الأساسيات التي لمح لنا هذا الدين أو وجهنا هذا الدين لاختيار شريك الحياة فيها؟ طيب بالنسبة للمرأة، عندما ذكرنا هذا الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الآن أصبح مفهوم الناس عن الدين مقتصر على أداء الشعائر التعبدية فقط، يعني صلاح الإنسان لنفسه. وهذا فهم قاصر وضيق جدا، يعني لأنه إذا إنسان صالح في نفسه هو صلاحه لنفسه فقط، لكنه لن يؤثر على الآخرين. معناه أنه ينظر للحياة من خلال زاويته هو وليس من زاوية الإسلام. إذا هنا يجب أن نعرف ما هو الدين. نقصد بالدين أن الإنسان يكون مراقبا لعمله لله سبحانه وتعالى، أن يعيش حياته وفق نظام الإسلام أو وفق النظام الذي أخبرنا به الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، سواء في علاقته مع نفسه، سواء في علاقته مع الآخرين، سواء في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. إذا المعنى كبير قليلا يعني. ثم ننتقل من بعد الدين، إذا كان هذا الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى في تعاملاته ويقيس أعماله دائما على الحلال والحرام ويضبط نفسه وسلوكه على هذا الأساس،
معنى ذلك الآن أنتقل في البحث عن الخلق الحسن. والخلق الحسن أيضا ليس كما يتصوره الناس، يعني في زوايا ضيقة، يعني كل حسب ما يريد في هذا الخلق. إنما الخلق الحسن هو أخلاق الإسلام في التعامل مع الحياة بصفة عامة وفي هذا الزواج. لأن الخلق الحسن، احنا أخبرنا أول شيء قلنا أن الزواج رحلة طويلة جدا، يعني ممتدة، ربما تمتد إلى آخر العمر. اليوم أنا يجب أن أبحث في مسألة الخلق، هل هذا الرجل كريم أم ليس كريم؟ كريم ماديا، كريم عاطفيا، كريم نفسيا أم ليس كذلك؟ يجب أن أرى هل هذا الرجل صبور أو صابر على نفسه في البداية ثم على الآخرين أم ليس كذلك؟ لأن رحلة الزواج ليست رحلة يعني ممتعة، إنما فيها تقلبات، فيها الشتاء والربيع والخريف والصيف. فإذا أنا الآن يجب أن أبحث هذا المعنى بشكل واسع، ثم بعد ذلك نبدأ في المعاني الفرعية التي هي حاجات أو رغبات نفسية عند الرجل أو المرأة. في حالة المرأة لا نغفل مسألة الجمال الذي تطمح إليه أيضا المرأة رؤيته في الرجل الذي تريد أن تقترن به، لأن المقصود بالزواج هو الإعفاف. إذا يجب أن يتحقق أيضا العفة البصرية. فلا إذا أتى مثلا من ذا الدين وذو الخلق لكن شكله غير مقبول بالنسبة لها، يجب ألا تغض الطرف عن هذا الأمر، لأن الرحلة طويلة نحن نقول عن هذا الشيء، وأيضا سوف ترى نتائج هذا الشكل على أبنائها، فلا يجب أن تكون هذه الرحلة تعيسة بالنسبة لها. الآن نأتي إلى الحالة الصحية. في هناك أيضا عدم الغفلة أو عدم تجاهل الحالة الصحية للرجل الذي تريد أن تتزوج به المرأة، لأن الرحلة طويلة، فإذا تحتاج أن يكون المرء بكامل صحته وعافيته، وليس التساهل في هذا الأمر على سبيل أريد أن آخذ الأجر فيه، أريد أن أتقي الله فيه، أن أقدم إليه إحسان. ليس هكذا الأمور تدار. الزواج ليس مسألة أدخل منها وأخرج منها، أو ليس ثوبا ألبسه اليوم وغدا إذا ضاق علي أنزعه. ليس هكذا الأمر يعني يحسن. فهنا إذن نحن دائما نوصي أن يكتب الإنسان بعد أن يعرف نفسه، أن يحدد ما هي الصفات الشكلية، ما هي الصفات الأخلاقية، ما هي الصفات السلوكية التي يرغب تواجدها في الطرف الآخر، وتحديد أهميتها أو درجة أهميتها، ثم الانطلاق من خلالها كبوصلة لاختيار شريك الحياة. طبعا بعد اختيار اللي هو الدين والخلق ووضعه أساس للحكم على هذا الشخص أنه يصلح لي أو لا يصلح لي. ثم هناك نقطة أخرى، بعد معرفة الإنسان لنفسه يجب أن يكون متأكدا أن الطرف الآخر منسجم معه من خلال هذا الاختيار. يعني ربما تكون هناك فتاة تريد أن تتزوج شخص ما، لكن هي ذات شخصية قوية، فإذا كان من تريد أن ترتبط به يعني أخذ على درجات كاملة إلا في مسألة أنه ضعيف الشخصية، هذا لن يكون مناسبا لها في مرحلتها الحياتية أو الزوجية، لأنه في البداية انسجام، ثم بعد ذلك تذهب السكرة وتأتي الفكرة، فتبدأ مرحلة التصادم مع بعضهم البعض لأنهم مختلفين في صفاتهما وفي أدوارهما. فالمفروض أن الرجل يكون أقوى شخصية وأكثر علما وأكثر تفوقا حتى يستطيع أن يحتوي زوجته وأبنائه ويقودهم في هذا الزواج السعيد إلى ما يحب الله ورسوله. لذلك هذه الأمور والتفصيلات كثير نسمع عنها الغفلة والتجاهل والاعتماد فقط أنه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه لكن شكله غير مقبول، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه لكن عمره غير مناسب، لأن الكفاءة أيضا مطلوبة. أو إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه لكنه أقل درجة أو أقل منزلة أو أي مستوى معياري موجود، لأنه يتم القفز فوق هذه الأمور تبدأ الحياة تتعقد عندما تبدأ رحلة الزواج. هذا دائما ما ننصح به الجميع، أن يركز كثيرا ولا يترك الأمور على عواهنها وعلى النصيب، على رأي الكبار وعلى التجربة وعلى الخوف أيضا من مسألة فوات القطار دون الزواج أو الدخول في مؤسسة الزواج أو في علاقة الزوجية كما أمر الله. صحيح. وأستاذة خديجة، بعد ما شرحتِ لنا الصفات التي علينا أن نختار على أساسها شريك الحياة، ما هي الصفات التي إن رأيناها
في شريك الحياة مثلا، خاصة في خلال فترة الخطوبة، علينا أن نفر بجلدنا ونقول هذا الشخص لا يناسب؟ هذا سؤال كبير جدا يعني. هو يعتمد يعني ما هي الصفات المطلوب توفرها أساسا في هذا الشخص الذي نريد الارتباط به. لكن من واقع التجربة أكثر صفة غير يعني مرغوبة ويجب النظر لها بجدية وحسم الأمور من خلالها هي مسألة البخل العاطفي والبخل المادي، لأن هذا على المدى البعيد سيكون مصدر كبير جدا للمشاكل وربما للطلاق. هنا إذن لا نغفل هذا الجانب وننظر له أنه مثلا مسألة اقتصادية وأنه تدبير وأنه حسن تصرف، لا نعطيه اسما غير موجود فيه. إذا وجدت صفة البخل سواء كان على الناحية العاطفية والناحية النفسية والناحية المادية، يجب أن ننظر ونعيد النظر في هذا الأمر. طبعا إذا اخترنا نحن الأساس أنه الدين والخلق، يبقى هذا السلوك أو هذا الخلق هو مشكلة وعائق كبير جدا، يجب أن نحسم أمرنا أن نمضي في هذه العلاقة أم لا نمضي. نعم، ثم سوف بعد ذلك نواصل أستاذة تأتي خديجة. صفة الكذب. أستاذة خديجة، سوف نواصل نعم. بقية الصفات التي علينا أن نفر بجلدنا إذا تعرفنا عليها بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامجكم قوارير. عدنا لكم بعد الفاصل في حلقتنا لهذا اليوم، ألا وهي كيف أختار شريك حياتي، مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة تربوية وأسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بك مجددا أستاذة خديجة. أهلا بك أخت نورة. كنا نتحدث في موضوع مهم جدا شيق قبل الفاصل، نقطة كيف إذا عرفت أن هناك صفات علي أن أفر بجلدي. قلت لنا النقطة الأولى أو العنصر الأول ألا وهو البخل. واصلي أستاذة خديجة في بقية العناصر والنقاط والصفات التي علينا أن نبتعد إذا عرفنا أن هذه موجودة في شريك الحياة في فترة الخطوبة. نعم، عندما نعود قليلا إلى مسألة البخل، قد يفهم البخل هو بخل مادي فقط، إنما أيضا البخل المعنوي. اليوم إذا كان الرجل ليس كريما عاطفيا ونفسيا مع من يريد الارتباط بها، يجب أن ندرك تماما أنه أيضا بخيل في التعامل العاطفي مع أهله وذويه ومن يحيطون به، معناه أنه قليل المروءة وقليل الاحترام وقليل التواصل وقليل البر بمن حوله، لأنه ليس البخل فقط في المادة، إنما بعض الأحيان يكون أيضا بخل نفسيا، يعني عنده بخل في الوقت، فبالتالي حريص على وقته ألا يذهب في أداء الواجبات الاجتماعية أو التواصل مع البيئة المحيطة حوله أو في بناء علاقات اجتماعية جديدة ومتجددة دائما. فعنده دائما أساليب أو طرق للخروج من هذا الأمر. لذلك مسألة البخل مسألة مهمة جدا. طبعا يأتي مسألة البخل في المال، هذه كارثة الكوارث. نحن دائما نقول المال يستر كل عيب، لأن الكرم بمعنى آخر هو الذي يستر كل عيب، لكن البخل يفضح دناءة الخلق وسوء الخلق وسوء العشرة في التصرفات التي يقوم بها الإنسان. ثم يأتي بعد ذلك الكذب مشكلة كبيرة جدا، يعني مشكلة عندما نقول ليست مشكلة اجتماعية، إنها مشكلة تدل على أن الإنسان طريقة تفكيره معوجة أو فهمه للحياة معوجة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر يعني هل المسلم يسرق؟ نعم يسرق. هل ممكن أن يزني؟ نعم. هل يكذب؟ لا يكذب، لأن الكذب يتنافى تماما مع حالة الصدق التي يكون فيها الإنسان في حالة إيمان. عندما قلنا الأساس يجب أن يكون صحيح، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، معنى دينه أن الكذب مرفوض في هذا الدين، فبالتالي الإنسان لا يقوم به. طبعا الكذب تحت أي ذريعة يبقى كذبا، وكل كذبة تحتاج إلى كذبة تغطيها. معنى أن الإنسان يكون كاذب معناه أنه هو كرة ثلج متحركة من الأكاذيب. وبالتالي اليوم إذا كذب على مخطوبته معناها أنه سوف يكذب أيضا في المستقبل، أنه سيكذب على أبنائه. أي نوع من العائلات سوف تقوم
على أب أو على رجل يكذب. إذا هذا مهم جدا مراعاته وملاحظته، وعدم تسميته تسمية تجميلية حتى أمرر مسألة الزواج على خير كما يقولون، أو حتى أرضي أهلي أو المجتمع، أو لا أكبر ولا أضخم المواضيع. يجب الإنسان أن يكون واضحا مع نفسه. المرأة كيف ستعرف هذا الشيء؟ إذا كانت هي في الأساس واضحة الرؤية مع نفسها وصادقة مع نفسها، سوف تستشعر هذا الشيء لأن شبيه الشيء منجذب إليه. حالة النفور التي تجدها مع زوجها أو مع من تريد أن ترتبط به، هذه أولى العلامات التي تدل أنه يجب أن تتريث وتبحث هذا الموضوع على مهل وتوأد. ثم يأتي بعد ذلك الصفة التي إذا رأيناها نفر منها فرارنا من الأسد، الخيانة. الخيانة مفهومها واسع، ربما بعضنا يفهمها في مسألة الزواج أن يكون الرجل في علاقة غير شرعية مع امرأة أخرى، لكن خيانة الأمانة هي خيانة لله ورسوله. فأولى الناس أن نبتعد عنهم من يخون الله. الذي يرى لا يعظم الله في قلبه يتجرأ على أي شيء، فبالتالي لن يعظم قدر هذه المرأة ولن يعظم قدر هذا الزواج ولن يقوم به، فهو سوف يضيعها. إذا اليوم تزوجها سوف يضيعها، فهي الآن في بداياتها، إذا هي مسؤولة عن هذا القرار، وليس المسألة نصيب أو أي شيء آخر. قال أحد السلف الصالح: إذا الله جعل لك هاديا في قلبك فقد أحبك. يعني النفوس يعني تعرف بعضها البعض، يعني كما نقول نحن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ربما لا يبدو لنا هذه الأمور واضحة في بداية الخطوبة أو في أثناء التفكير في مسألة الزواج، لكن كلما كانت المرأة على معرفة صادقة بنفسها وباحتياجاتها وبشخصيتها وبنظرتها للمستقبل، ماذا تريد من هذا الزواج، سوف تكون أكثر تدقيقا وملاحظة وشعورا بأي شيء يخالف تكوينها النفسي، فبالتالي تستطيع من خلال هذا الشعور أن تنطلق في البحث عن ماذا وراء هذا الشعور، وليس إغفاله تحت أي مسمى أنني خائفة أو مرتبكة أو أنني مشوشة أو أنني أسمع هكذا. لا، ليس هناك هذه الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان المرء صادقا يعينه بكل الطرق حتى يعرف من هو هذا الشخص وما هو هذا الشخص وكيف سوف يكون المستقبل قبل الخوض أساسا في موضوع الزواج. طبعا هذه الثلاثة أشياء هي الهرم الذي يجب أن ننظر إليه: الخيانة والكذب والبخل، ثم بعد ذلك نرى بعض الأشياء الجانبية هل يمكن التعامل معها أم لا يمكن التعامل معها. في النهاية نحن لا نستطيع أن نأخذ إنسانا كاملا، لأنه أساسا الحياة الدنيا هي حياة ناقصة، يعني فيها نقص وكدر وحالات تقلبات، فما بالنا بالإنسان. لكن نأخذ أهم الصفات وننزلها على الواقع ونطلبها في هذا الشخص ونسأل الله أن تتواجد فيه، لأنه أكيد أنها موجودة، لكن تحتاج أن نصبر قليلا في هذا أستاذة خديجة، في هذه الصفات التي ذكرتنا إياها، مثلا لنقول أنه شخص كان متزوج سابقا وتم مثلا الطلاق بسبب الخيانة مثلا، وخطب شخص فتاة أخرى، سمعت هذه الفتاة بأنه والله كانت علاقته السابقة سبب الانفصال ألا وهي الخيانة، هل تستمر في هذه العلاقة أم قادر هذا الشخص يتغير ويتوب عن هذا الخطأ ولا يكرره مجددا؟ رأي الناس في هذا الأمر أنه من تاب فقد تاب الله عليه، لكن أنا مثلا لا أتبع هذه القاعدة، والسبب أنه يجب النظر ليس لماذا حدثت الخيانة، إنما هل هو ما زال بهذا الشكل؟ ما هي الصفات المتوفرة فيه؟ أكيد أنه لم يقم بهذه الخيانة إلا أنه في جوانب معينة في شخصيته أساسا هناك نقص أو هناك خلل في فهمه للحياة وفي تربية النفس وتهذيبه، لأن الإنسان الذي يعتني بتهذيب أخلاقه لا يمكن أن يصل لهذه المرحلة. أما الذي يتفلت في أخلاقه فحتى لو تاب ربما أنه سوف تكون دائما موجود حالة الشك هذه عند التي سوف تتزوجه، ربما يعود إلى سابق عهده، فكما فعل في الأولى سيفعل فيه. فإذا البداية سوف تكون بالشك، فبالتالي إذا كانت البداية بهذا الشك، لماذا إذا نبدأ الرحلة أساسا من البداية؟
لماذا نخوض فيها؟ معناها أنني سوف أخوض اليوم في رحلة الزواج أو في الموافقة على الزواج والاقتراب بهذا الشخص وأنا معي حقيبة صغيرة أو محفظة صغيرة اسمها الشك، وهذه الحقيبة سوف تكبر بقدرة قادر، يعني سوف تكبر لأن الأحداث كلها ستدعم حالة الخيانة السابقة وستظهرها أمام العيان، فتقول هذه المرأة أنا أساسا كنت أعرف هذا الأمر لا أعرف كيف خضته. فبالتالي لا ننصح كثيرا في هذه الأمور مسألة الخيانة أن تخوض فيها المرأة في علاقة مع الرجل، لأنها هي سوف تدخل وهي شاكة، وهذا يتنافى مع حالة الطمأنينة التي يجب أن تتحقق في الزواج أو في بيت الزوجية أو في علاقة الرجل بالمرأة. هذا يعني يحتاج دائما النظر للموضوع بحزم، لأن تأثيره لما بعد وليس الآن. صحيح. أستاذة خديجة، بما أنه أنا أريد أن أختار شريك حياتي، هل أختاره يكون يشبهني تماماً في التوجهات، في الأفكار، في كل شيء، أم أختاره نقيضاً تماماً عن أفكاري وتوجهاتي؟ أيهم الأنسب؟ لا هذه ولا هذه. لأنه إذا كان يشبهني يعني هذا التشابه ممل جدا يعني، والحياة متغيرة، وهذا التشابه سوف يؤدي إلى النفور. وإذا كان يخالفني تماما أيضا سينفر كلا الزوجين من بعضهما، إنما هي أن أقبل أن أكون مختلفة عنه ويكون مختلفا عني، لكن ضمن ضابط أنه نتأقلم ونتكيف ونتعامل بالرغم اختلافنا، لأن الاختلاف هذا جميل جدا. هذا الاختلاف يظهر نقاط القوة والضعف في كلا الطرفين، يظهر جوانب التي لا نعرفها في شخصياتنا. هذا الاختلاف هو الذي سوف يساعدنا على أن نحن نبني أسرة قوية متماسكة. طبعا نعود ونذكر أنه الأساس يجب أن يكون سليم في كلا الطرفين، لكن اختلاف سلوكهما طبيعي جدا بسبب أنهما يأتيان من بيئة مختلفة، تربية مختلفة، ثقافة مختلفة، مفهوم مختلف، ليس هناك شخصان متشابهان، فما بالنا برجل وامرأة. فإذا أنا اليوم يجب أن أقبل الرجل المختلف عني في بعض الجوانب وليس في الجوانب الأساسية، لأن الأساس واحد، لكن في بعض الصفات الشخصية يجب أن أقبل اختلافه، لأن هذا الاختلاف يقويني أنا ويحسن مني ويطورني ويبرز أجمل ما في هذه العلاقة، ويساعدني على تربية أبنائي أو إنشائهم وتربيتهم تربية قوية متميزة. فهذا إذن هو المطلوب. لكن طبعا في واقعنا دائما نبحث نحن الذي يشبهني تماما، الذي يشبهني تماما سوف يصيبني بحالة من الملل، وبطبيعة الإنسان عندما يمل يبحث عن الشخص المختلف عنه في هذه الحياة، حتى بالنسبة للرجل أيضا. وهناك في بعض الأحيان فتيات تقوم بتغيير شكلها أو بتغيير كثير من صفاتها من أجل أن يتم الإعجاب بها من طرف شريك الحياة، وحتى أن شريك الحياة في كثير من الأحيان هناك أشخاص ينتقدون دائما شريكات حياتهم من أجل أن يتغيروا دائما. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التغيير مقبولا، وإلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الانتقاد مقبولا؟ قصدك التغيير الشخصي أم التغيير الشكلي الخارجي؟ كله يعني، شخصيا وخارجيا وكله، التغيير الكلي مثلا يمكن لا تصبح نفس الشخصية. المرأة الإنسان الذي يتغير من أجل الآخر سوف يظل يتغير إلى أن يفقد هويته ومعرفته بنفسه، لأنه سوف يذوب في الطرف الآخر. لذلك تغيير الشخصية، إذا كانت المرأة والرجل يريد أن يغير شخصيته، خاصة المرأة، يجب أن تفكر لماذا تريد أن تتغير في هذا الجانب. هل لأن هذا الجانب سيء أو يضعفها فتريد أن تتغير من أجل نفسها؟ فهلما تقوم بهذا الأمر. أما من أجل زوجها، معناها إذا غاب هذا السبب سوف نعود إلى نفس النقطة ولن يكون ذلك مفيدا. هنا إذن مسألة التغيير يجب أن نحدد لمن أريد أن أتغير ولماذا أريد أن أتغير. هل من أجل نفسي؟ لأن مسألة التغيير ليس مسألة مثل قنوات التلفزيون التي نغيرها بضغطة زر، إنما هي رحلة طويلة وأسلوب حياة وسلوك يتبناه الإنسان. أما من ناحية الشكل، فمسألة الشكل هنا يعني وجهة نظر مختلفة قليلا. يعني تتغير المرأة من أجل زوجها شكليا، هذا مطلوب شرعا، لأنه من صفات المرأة الصالحة أن تتحبب إلى زوجها، أن تتزين له، لكن بدون مبالغة، بدون مبالغة التي تشوه حالتها النفسية
وتسبب لها حالة من الإرباك أو قلة فقد من الثقة الثقة. بنفسها، صحيح. لأنه هذا التغيير يؤدي إلى أن تفقد ثقتها بنفسها، فبالتالي دائما تريد أن تتغير 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 إلى أن تختفي أساسا ملامحها الخارجية أو التي خلقها الله سبحانه وتعالى بها وميزها. فهنا إذا المسألة هي مراعاة بالنسبة للتغيير الشكلي أو الخارجي، مراعاة المصلحة أين هي. ربما تكون إنسانة لا تضع الزينة ولا تعرف للمساحيق ولا التزين ولا التجمل، تتغير من هذا الجانب، نعم هذا جيد، يخدم أساسا مسألة الزواج والزوجية والعلاقة والبيت والأسرة يعني. أما مثلا ما ترتكبه بعض النساء من عمليات التجميل أو عمليات التشويه، هذا ما نقف نحن فيه ونقول من تزوجك وأنت بهذا الشكل يجب أن يقبل بك بهذا الشكل ولا يغيرك ولا تتغير. فهنا إذن مسألة التغيير تؤثر على ثقة المرأة بنفسها وقدرتها على إسعاد نفسها في البداية ثم إسعاد زوجها، فإنها يجب الانتباه لهذا الأمر كثيرا ولا نشدد عليه ولا نؤيده أساسا يعني. صحيح. إذن هناك حدود معينة إلى التغيير وهناك حدود معينة إلى محاولة إرضاء الطرف الآخر. أستاذة خديجة، بعد ما تعرفنا على كل هذه الصفات والأشياء التي علينا أن نفعلها ونتعرف على أنفسنا وغيرها من المعلومات، كيف يمكنني حقيقة أن أعرف هذه الصفات التي أريدها مثلا في شريكي، هل هي موجودة فعلا في هذا الشخص الذي تقدم لخطبتي؟ كيف يمكنني أن أعرف بالضبط هذه الأشياء؟ الكثير منا يريد أن يعرف نهاية القصة قبل أن تبدأ القصة. الكثير منا يريد أن يعرف هل هذا الزواج سوف يكون سعيدا والنهاية جميلة أم أنه سوف يعاني من مشاكل وطلاق وإلى آخره. نحن قلنا أنه إذا تم اختيار وضع الأساس الصحيح في اختيار الزواج ثم وضع المعايير التي أريدها في من أرتبط به، المعايير الأخلاقية والشكلية والنفسية والثقافية وهذه الأشياء، ويعني الحرص على أن تتواجد في هذا الشخص، معناها أنني أقول أنني اليوم إذا دخلت في مسألة الزواج لهذا الرجل أنني أستطيع بوجود هذه الصفات أن أتكيف وأن أقاتل وأحارب وأحاول أن أنشئ أسرة سعيدة سليمة كما يحبها الله ورسوله. فإذا بهذه الصفات أو بهذه الأسلحة أستطيع أن أدخل هذه الحياة الزوجية، لكن في غياب أي سلاح منها معناها أنني اليوم أعرف تماما أنني لن أستطيع أن أخوض في هذا الأمر، قياسا على أنني أعرف نفسي واحتياجاتي النفسية. الاحتياجات النفسية مهم جدا إدراكها. ربما امرأة حاجتها النفسية في الرجل أن يكون عاطفيا، رجل طيب جدا نعم أستاذة خديجة، كيف نتأكد من أنه هو عاطفي؟ كيف نتأكد أن هذه الصفات التي نريدها هي موجودة فيه فعليا؟ يعني هل هناك مثلا أسئلة نطرحها عليه؟ هل هناك ممكن أن نسأل عنه في وسط عائلته، في الوسط الحي، في الجامعة، في العمل؟ فكيف نتأكد أن هذه الصفة موجودة فعليا فيه؟ كان الناس يتبعونها، مع الأسف الآن لا يتبعونها. كانوا في السابق عندما يتقدم رجل لخطبة امرأة قبل أن تراه ويراها كانوا يذهبون للسؤال عنه في مقر عمله، في المقهى الذي يرتاده، في جيرانه، حتى من هو في جيرانه يسألون عامل النظافة الذي في الحي الذي يعيش فيه، يسألون عنه، ويسألون في مقر عمله، ويسألون أصدقائه. طريقة السؤال هي كما نقول استخباراتية بالدرجة الأولى، ويسألون في مجتمع النساء عن عائلته وليس عنه فقط، عن أمه يسألون عنها ويجمعون معلومات كيف هي، أي نوع من النساء هي، ومن أي بيئة خرجت. من الضروري أن نسأل عنه في الوسط، وسطه، وسط عائلته ووسط الحي. وأيضا إذا كان هناك نقطة أخيرة لكي نختم حلقتنا لهذا اليوم، نسأل عن أهله وتربيته والبيئة التي جاء منها. هذه الأشياء سوف تعطينا تصور عن نوعية هذا الرجل، أي نوع من الرجال هو، هل هذه الصفات التي رأينا عليه هي ما تنطبق عليه من خلال البيئة التي جاء منها. ثم بعد ذلك أسأل عن نمط الحياة في عائلته، هل هم دائما ذوي مشاكل أم عائلة مستقرة، لأن هذا الاستقرار يؤثر أيضا على طريقة تفكيره ونظرته لحياته المستقبلية في هذه الزواج. لكن إذا كان يأتي من عائلة مفككة وذو مشاكل والنتيجة معروفة تماما، حتى لو كان ذو خلق، والسبب أن الإنسان يتأثر بالبيئة التي جاء من أجلها أو من
خلالها. لذلك هذه شكرا هي لك. المعايير البسيطة التي نستطيع فيها شكرا لك أن يا أستاذة. نحدد إذا كان هذا الاختيار سليم في البداية أم ليس سليما. سليما. شكرا لك يا أستاذة خديجة برهان، كنت معنا في حلقة اليوم حول موضوع كيف أختار شريك الحياة. أستاذة خديجة برهان هي مستشارة أسرية وتربوية ولايف كوتش في الحياة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام في برنامجكم قوارير عذرا. دمتم بخير، نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.